قال سلام قال الضيف لأصحاب الضيافة والمحل بل اليمن شرقه وغربه لا جنوبه والسهول للحاضرين اليوم لاستقبالنا وزع قبل وصرف بخور المسك والريحان في وقت الوصول وكل قايد بلغه للطفل والشايب تصل والصف والضباط واصحاب الوجاهه والعدول يا صرم في كل المواقف يضربوا فيها المثل بالجود كله والشهامه هي رجاجيل الاصول ساحه على الجوده تربت وانجبت فيها عول وشلاله القبيال وفي ميدانها الواسع تجول ليشيد ودورس عدد كامل على تبه وتلفي شاطئ الوادي مطله فوق شلال السيول قلنا ترد السيل مطلع مثل ما قال المثل بنظامها تشبه خلايا النوب في وادي الغيوم يا من علاقتنا بكم ما قد تخللها خلل وطعمها كالشهد في موسم ما ينيع السبو لدعوتك يا أستاذ مالك خالك اليوم امتثل وجاوبك يا غلابزي حسب العوايد والأصول من حد خلدان الشمال لحدها الشرقي وصل يحضر مراسم الزواج والزوامل والطبول تعيش يا من في مجال التربية كم قد بذل في تربية الأجيال لله در صناع العقول مهما وصفتك في عباراتي وزخرفت الجمل فأنت المعلم والمترجم المسائل والحلول يا توأمي في صحبتي في خط واصل منفصل من الطفولة للدراسة للوظيفة بالشمول يا عز من قد سجلت ذكراها الأيام الأول وافي وجامل يا بزي في موقفك وش بنقول وعبد الغني مالك محمد ناصر الشامي رحل عن العزوبية بشرع الله ومنهاج الرسول جينا نبارك لك ونفرح في زفافك يا بطل وعين ربي لك حراسة في خروجك والدخول نهديك من طيب العطور المنتجة برق الدول والفل يوصل من بساتين الحسيني والحقول والله يبارك عرسك الميمون في شهر العسل ويجعل حياتك كلها درب السعادة والقبول ذا فصل الثاني بدل ذكر السياسة والزعل بذكر علم بارز من أعلام الرجاجيل الفحول عندي محمد ناصر الذيب المناضل ما يزل استاذ لي مهما نظمت الشعر طول الله بطول شاعر ولكنه جبل ساكن على ظهر الجبل ريمان ذي ما تسكنه غير النمارة والوعود ذي ما تنقى من حروف القافية غير المقى الحكيم والحكمة يمانية من أيام الرسول ذي ما تنقى من حروف القافية غير المقى الحكيم والحكمة يمانية من أيام الرسول وهو ريمان الشموخ أصحاب صحبة كالعسل كلين يعشق صاحبه مثل الزراعة والبتول صلوا على المختار ما من الصحابة قد همل على محمد بالنهاية خير ما لسني يقول وسلامتكم صح لسانك والله صح لسانك يا شاعر.